بيبدأ الفيلم بخبر منتشر في نشرات الأخبار عن ظهور فيروس جديد في واحد من المطارات. والفيروس ده كان بيخلي المصابين يتحولوا إلى شخصيات عنيفة ومرعبة. بعدها بفترة المطار كله بيولع نار، وبعد شهرين الفيروس بينتشر في كل مكان وبقى وباء عالمي بيحول الناس لكائنات شبه الزومبي، واللي سموهم الوحوش لأن شكلهم كان شبه الوحوش الغضبانة. وبتحاول الحكومة إنها تعمل حجر صحي، ولكن المواطنين بيعترضوا وبيقولوا إن المتحولين دول بشر برضه ومحتاجين يتعالجوا مش يتقتلوا. فبينزل الجيش للشارع علشان يجبر المواطنين يرجعوا بيوتهم، لكن للأسف الوضع بقى أسوأ من الأول. وبعدها بكام يوم كل محطات التلفزيون بتفقد الإرسال، وبنشوف طفلة اسمها أبيجيل وأخوها بيستقبلوا مكالمة من أبوهم الطيار، واللي بيشرح لهم إنه عنده شغل كتير لازم يعمله عشان يساعد الناس، وبيوعدهم إنهم هيكونوا في أمان مع أمهم. في اللحظة دي بيسمعوا صوت جاي من فوق، فبيجروا بسرعة وبيخرجوا من البيت. وأول ما بييجوا يركبوا العربية، واحدة من الوحوش بتهاجم أمهم وبتقتلها، فبتستخبى أبيجيل بسرعة تحت العربية وبتشوف المتحولة وهي بتهاجم أخوها. ولحسن حظها بيسمعوا صوت سرينة عربية شرطة معدية جنبهم، فبتخاف الزومبي وبتهرب بسرعة. بعدها أبيجيل بتسمع أخوها بيناديها باسمها، لكنها بتترعب لما بتلاقي أمها اتحولت لوحش وبتهاجم أخوها، فبتنهار أبيجيل من العياط. فبتسمعها أمها وبتجري وراها، لكن بيوصل الضابط كاسيوس في الوقت المناسب وبينقذ أبيجيل وبيضرب أمها بالنار. في الوقت ده أخوها هو كمان كان بدأ يتحول، فبيخليها كاسيوس تغمض عينيها قبل ما يضرب أخوها بالنار. وبعد 10 سنين العالم بقى في كارثة كبيرة، وعدد قليل من البشر اللي فضلوا على قيد الحياة، والطبيعة سيطرت على المدن المهجورة. بعدها بنشوف أبيجيل وكاسيوس بيصطادوا في الغابة، واللي كانوا كبروا دلوقتي، وكان باين إن كاسيوس درب أبيجيل كويس جدا لدرجة إنها اصطادت غزالة بطلقة واحدة. لكن كاسيوس بيوبخها عشان كانت مستعجلة وما كانتش صبورة كفاية. وبالليل بيعملوا مخيم علشان يباتوا فيه، وبيتأكد كاسيوس إن أسلاك المصيادة شغالة كويس. وبعد كام ساعة بيقوم كاسيوس من النوم مرعوب لما سمع صوت واحد من الأسلاك بيتحرك، فبيطلع كاسيوس من الخيمة وبيلاقي شوية وبر متعلقين في السلك، وبيسمع صوت قريب منه، فبيجري بسرعة يهدي الحصان وبيسحب سلاحه وبيضرب نار على زومبي كان بيقرب منهم، وده غالبا كان كشاف مبعوث من قطيع الزومبي. فبيروح كاسيوس بيصحي أبيجيل عشان تهرب معاه، وعلى مدار كام يوم كانوا بيتحركوا مع بعض وبيقفوا كل شوية يريحوا الأحصنة، وكمان يدي فرصة لأبيجيل عشان تتدرب. وفي يوم من الأيام بعد الظهر بيشوفوا عربية قريبة منهم، فبينزلوا من على الخيول وبيطلعوا سلاحهم، وبيشوفوا واحد بيضرب زومبي، ونفس اللحظة زومبي تاني بيهاجمه من ظهره. أبيجيل كانت عايزة تساعده فاستعجلت وضربت نار بدري، وللأسف الرصاصة جت في الراجل والزومبي مع بعض، وبيطلع الزومبي اللي كان جوه العربية عشان يتغذى عليه، فبيضطر كاسيوس يوقعه. بعدها بتروح أبيجيل تفتش العربية وبتدور على الذخيرة. في نفس الوقت كاسيوس بيخلص على الراجل الغلبان بالساطور وبياخد جزمته، وبيسمع صوت حد في راديو العربية بيحاول يتواصل مع السواق، فبتحاول أبيجيل تحذره من قطيع الوحوش اللي في المنطقة، لكن كاسيوس قال لها تتجاهل الموضوع. وفي اللحظة دي بتظهر عربيات تانية ومجموعة من الناجين بيحاصروهم بالأسلحة، ولما الناجين دول بيشوفوا جثة صديقهم بيعرفوا إن اللي قتلوا إنسان، فبيشك في كاسيوس وأبيجيل يكونوا هما اللي عملوا كده علشان يسرقوه، فبيهددهم الزعيم إنه هيقتلهم. فبيهجم كاسيوس وأبيجيل على أقرب اتنين ليهم وبيوقعوهم عشان ياخدوا سلاحهم، والموقف بقى متوتر جدا وكلهم بقوا رافعين سلاحهم على بعض، لحد ما بتنزل واحدة حامل من عربية واسمها ميجان وبتحاول تهدي الموقف. وفي اللحظة دي بيسمعوا صوت الخيول وهي مضطربة، فبيلاقوا قطيع من الزومبي ظهر حواليهم فجأة، فبيفتحوا عليهم النار على طول وبيقتلوا منهم عدد كبير عشان يبعدوهم، لكن للأسف عددهم كان ضخم جدا وبيقدروا يقربوا من الناجين بشكل مباشر، فبيضطر كاسيوس وأبيجيل يستخدموا سيوفهم ويخشوا في قتال مباشر معاهم، لكن باقي الناجين كانوا بيعرفوا يستخدموا الأسلحة النارية بس. ومع الوقت الكائنات المتحولة بدأت تقتل واحد ورا التاني، واحدة منهم كانت بتجهز إزازة مولوتوف عشان ترميها عليهم، لكن زومبي منهم بيهاجمها وبيقع منها المولوتوف فوق عربية، والعربية بتولع، فبيرجع كاسيوس لورا. بعدها واحد من الناجين اتعض فبيحاول يخلص على نفسه، لكن الطلقات خلصت منه وتحول هو كمان زومبي. وبعدها زومبي ضخم جدا بيهجم على الزعيم وبيضربه لحد ما بيموته. وفي نفس الوقت ديفيد جوز ميجان بيهاجمه كلب مسعور، لكنه بيقدر يتخلص منه. بعدها أبيجيل بتساعد ميجان وجوزها يركبوا العربية، وكاسيوس بيقتل كام وحش كمان قبل ما يلحصهم. وأول ما طلعوا على الطريق بيلاقوا وحش طلع على السقف، فبيوقف كاسيوس العربية فجأة عشان يوقعه، فبتستغل أبيجيل الفرصة وبتاخد حاجاتهم قبل ما يهربوا.
لكن الزومبي الضخم اللي قتل الزعيم كان غضبان جدا. وأول ما طلعوا على الطريق أبيجيل بتفتش الذخيرة، وللأسف بتلاقي معظمها ضاع. وبتحكي لهم ميجان في الطريق عن إنهم كانوا مسافرين لمستعمرة عند ضفة النهر. وإنها حامل في الشهر التاسع وعلى وش ولادة. لكن أبيجيل وكاسيوس شايفين إن مفيش فايدة من البحث عن مستعمرات، لأنهم شافوا كتير منها قبل كده ومحدش منهم قدر يعيش. وفجأة العربية عطلت بيهم، وبيكتشفوا إن الموتور ولع، وما كانش قدامهم غير إنهم يكملوا مشي على رجليهم. وبعد شوية بيوصلوا المدينة مهجورة، وبيقرروا يباتوا هناك. فبيأمنوا مبنى عشان يتأكدوا إن مفيش متحولين جوه، وبيجهزوا المكان كمعسكر. وميجان بتعرض عليهم ياكلوا معاها من أكلها، لكن كاسيوس وأبيجيل بياكلوا بس من اللي اصطادوه عشان خايفين من العدوى. فبيقول لهم ديفيد وميجان إنهم اتكلموا مع المستعمرة عن طريق الراديو، وعشان كده هم عارفين إنها فيها مؤن كتير، وكمان فيها أطقم طبية. لكن الطريق ليها هياخد أسبوع، وده معناه إن المخاطرة عالية جدا. لكن أبيجيل قالت إنها وكاسيوس بيحاولوا يوصلوا للساحل الغربي عشان يهربوا للجزيرة بالقارب. بعدها كاسيوس بيركب أسلاك المصيدة وبيطلع خريطة وبيشرح لديفيد ومراته الطريق اللي هياخدوه عشان يوصلوا للمستعمرة. لكن بيقول لهم إنه مش هيروح معاهم، وإن قطيع الزومبي هيرجعوا عشان ينتقموا منهم. فبتروح أبيجيل تكلم كاسيوس على انفراد، وبتقوله إنهم لازم يساعدوا ديفيد وميجان، وإن ممكن المستعمرة دي تكون مختلفة. لكن كاسيوس رفض إنه يساعدهم. وفي نص الليل قطيع الزومبي بيلاقوا العربية العطلانة، وفضلوا يتتبعوا الطريق لحد المدينة. في الوقت ده الرجالة ما قدروش يناموا، فكاسيوس بيوري لديفيد إنه دايما شايل رصاصة زيادة في جيبه عشان لو اتعض في يوم من الأيام. لكن ديفيد ما كانش معاه غير سيجارة محشية وكاحل ملتوي. وبيقعدوا يتكلموا شوية مع بعض وبقوا أصحاب. وبيقتنع كاسيوس إنه يساعدهم عشان يوصلوا للمستعمرة تاني يوم. وبعدها أبيجيل بتسمع صوت، فبتنزل تشوف إيه اللي بيحصل، فبتتفاجئ بزومبي بيهاجمها وبيوقع سلاحها، لكنها قدرت تخلص عليه بسرعة بالساطور. لكن بيطاردها واحد تاني على السلم، فبتوقعه بره المبنى من شباك مكسور. لكنها كانت هتقع هي كمان، بس كاسيوس بيلحقها في آخر لحظة. ولما القطيع وصل المبنى كانوا أصدقائنا سابوه ماشيين، بس واحد من الزومبي بيتكعبل في سلك، فبتنفجر فيه قنبلة صغيرة وبتموته. وبعد شوية أبيجيل ابتدت تفتكر المكان اللي هم فيه، وبتقول إن في مطار مدني قريب، وإن أبوها زمان كان بيطير منه بطيارة صغيرة. لكن كاسيوس كان عايز يكملوا طريقهم زي ما هم، لأن المطار هيخلي القطيع يحاصرهم بسهولة، غير إن الطيارات غالبا كلها اختفت من زمان. لكنهم صمموا يروحوا ناحية المطار، فما كانش قدام كاسيوس اختيار غير إنه يوافق. وبعد شوية بيلاقوا مبنى قديم وجنبه عربية فيها راجل لسه مضروب بالرصاص. فبيقول كاسيوس لأبيجيل تفتش المبنى وتدور على ذخيرة. لكنها كانت خايفة وحاسة إنهم مش لوحدهم. ولما فتشت المبنى ما لقيتش غير شوية قهوة، وما خدتش بالها من العيلة اللي كانت مستخبية في أوضة من الأوض. أما كاسيوس فبيفتش شنطة العربية وبيلاقي كرسي متحرك، فبيستخدموه عشان ينقلوا ميجيل. وبعد ما المجموعة مشيت القطيع بيوصل للمبنى وبيقتل العيلة كلها في ثواني. وأخيرا بيوصلوا للمطار، بس ما كانش فيه أي طيارات. فبيتخانق ديفيد وكاسيوس على الخطوة اللي جاية، لكن أبيجيل قطعت الخناقة أول ما لقت هانجر أبوها. ولحسن الحظ كان في طيارة جوه، وديفيد كان عنده خبرة في تصليح الطيارات. وأثناء ما كان بيصلحها كانت أبيجيل بتفتش المبنى، فبتلاقي صورة ليها مع أبوها مرمية على الأرض، فبتعلقها تاني على الحيطة. وفي اللحظة دي القطيع بيوصل للمطار، فبيضطر أصدقائنا يركبوا الطيارة بسرعة مع إنها ما كانتش لسه جاهزة. وكاسيوس بيفتح النار على القطيع عشان يبطئهم، وديفيد بدأ يلف المروحة بإيده عشان يحرك الطيارة بسرعة. وأبيجيل كانت على قدها في سواقة الطيارات، والطيارة كانت بطيئة والقطيع كانوا بيقربوا منهم بسرعة. لكن لحسن حظهم قدروا يلاقوا الزرار اللي بيزود سرعة الطيارة. لكن واحد من الزومبي قدر يمسك في باب الطيارة، فبيضطر كاسيوس يضربه بالنار علشان يوقعه. وبعدها الطيارة بتطير وأصدقائنا أخيرا هيهربوا. لكن للأسف معداش ساعة زمن والطيارة بتعطل وبتبدي تنزل تاني لتحت. فبتحاول أبيجيل تهبط بالطيارة، لكنها بتخبط في الشجر وبتقع الطيارة على الأرض. لكن لحسن حظهم إنها وقعت على العجلات، فكلهم نجوا الحمد لله، بس مع إصابة بسيطة. بعد كده بيلاقوا محطة قطر قريبة، فبيتأكدوا إنها فاضية وبيقرروا يستريحوا فيها. وبيطلع كاسيوس الخريطة وبيكتشف إن الطريق للمستعمرة هياخد يومين، فبيقرروا إنهم يتحركوا مع أول ضوء الفجر. وأبيجيل كانت بتعد الذخيرة وبتكتشف إن اللي باقي قليل جدا، وميجان كانت بتاكل مع كاسيوس. وفي اللحظة دي بيقول لها إن أبيجيل بتفكره بمراته، وبيحكي لها إن اضطر يقتل عيلته كلها لما اتصابوا، وإنه بعدها مراته ما قدرتش تستحمل وانتحرت.
وحكى لها عن ولد من بلده كان اتعض من زومبي، ولأن العضة ما جاتش في شريان كبير التحول أخد يومين كاملين لحد ما بقى زومبي. في الوقت ده ديفيد راح لمكان لوحده عشان يكشف على رجله، وهناك بنعرف إن رجله مش ملتوية زي ما قال، وإن الجرح كان في الحقيقة من عضة زومبي. وديفيد كان عارف إنه لازم يعزل نفسه بسرعة قبل ما يتحول. وتاني يوم أصدقائنا بيكملوا رحلتهم تحت الشمس الحارقة. بعدها ديفيد بيحس بتعب شديد، وكاسيوس لاحظ الدم على رجله، فبيستنى لحد ما الستات مشي قدام شوية، وساعتها كاسيوس بيزنق ديفيد في شجر وبيكشف على رجله عشان يتأكد من شكوكه، وفعلا بيديله اختيار إنه يقول لهم بنفسه وبطريقته، لكن لو ما عملش كده بسرعة هيضطر يخلص عليه بالليل. بعدها أصدقائنا بيلاقوا بيت منور، وأول ما قربوا منه بيسمعوا صوت بيسألهم عايزين إيه، فكاسيوس بيحس بالخطر، لكن أبيجيل بتتقدم خطوة لقدام وبتقول إنهم محتاجين مساعدة، وحلفت إن نيتهم سليمة وما يقصدوش أي أذى، وكمان معاهم واحدة حامل. ساعتها واحد اسمه نورتون بيفتح الباب وبيوجه سلاحه ناحيتهم، وبيطلب منهم يسيبوا كل أسلحتهم بره. بعدها بيرحب نورتون بيهم بشكل لطيف، وبيلاحظ كاسيوس إن البيت فيه كهرباء، فبيقول له نورتون إنه مهندس وإنه اخترع أجهزة بتولد كهرباء ومية سخنة كمان، وإنه عايش مع زوجته، لكن لما ميجان سألته عليها ما بيردش. لكن نورتون بيشاركهم الأكل اللي عنده، وكاسيوس أخيراً قدر يوصل اللابتوب بتاعه، وبدأ يتفرج على صور قديمة وافتكر إن مراته كانت حامل قبل الوباء. ولما راح يشوف ميجان اعترفت إنها خايفة لأنها ما حستش بحركة البيبي من ساعة ما وصلوا البيت، وبتخليه يوعدها إنه لو جرالها حاجة يحمي ابنها. بعد كده نورتون قعد يشرب معاهم وبيقول لهم إنه عايش في البيت ده بقاله 20 سنة، لكن مراته ما بقتش موجودة، وإنه سمع عن المستعمرة في الراديو بس هو مش مهتم يروح لأنه بيفضل الوحدة. وبدأ يهزي ويتكلم عن الناس اللي مهووسين يرجعوا العالم لوضعه اللي فات قبل الوباء، وإن البشرية استحقت الوباء ده لأنها دمرت الكوكب. كمان شبه الفيروس بالتطور، وقال إن اللي قدروا يعيشوا لحد دلوقتي هم الأقوياء بس. بعدها كاسيوس بيلاحظ سكينة غريبة على الترابيزة، لكن نورتون خطفها منه بسرعة. في الوقت ده ديفيد كان حاسس إن تعبه بيزيد وبيجري على الحمام، وبيلاحظ إن العدوى بتنتشر. ولما طلع لقى أصحابه كلهم مغمى عليهم، ونورتون كان لابس بالطو أبيض وماسك جهاز غريب وشكله حط لهم حاجة في المشروب. ونورتون بيعرف إن ديفيد مصاب، وبيشغل الجهاز اللي معاه، فبيطلع صوت خلى ديفيد ينهار من الألم. فبيقول له نورتون إن الجهاز ده شبه صفارة الكلاب، لكنه بيشتغل على المصابين بس. وقبل ما ديفيد يغمى عليه كان القطيع وصلوا لمحطة القطر وكملوا في بحثهم. وبعد لحظات ديفيد فاق لقى إن المجموعة كلها مربوطة في بدروم تحت الأرض، ونورتون كان واقف بياخد ملاحظات لتجربته، واكتشفوا إنه حابس مراته المصابة جوه قفص، وبعدها بيطلعها وبدأ يتحكم فيها بالجهاز عشان يخليها تهاجم المجموعة. لكن كاسيوس وأبيجيل ضربوها برجليهم كذا مرة عشان يبعدوها، فده خلاها تسيبهم وتروح على ديفيد، لكن ديفيد بيزقها وبيقدر يقطع الحبل. والمعركة ما طولتش غير ثواني قبل ما ديفيد يقدر يسيطر عليها، وساعتها نورتون بيضطر يستخدم جهازه عشان يمنعه ينقذ الباقي. لكن ديفيد ما كانش اتحول بالكامل لسه، وقدر يتغلب على الألم ويقطع بقية الحبال. وكاسيوس بيلاقي سلاح وبيحاول يضرب نورتون بالنار، لكن نورتون جري بسرعة وهرب. فبيجروا أصدقائنا على فوق وبيقفلوا الباب وراهم، وأبيجيل بتسرق مفاتيح عربية نورتون، وكاسيوس بياخد حاجته بعد ما ضرب ديفيد وكان عايز يخلص عليه في اللحظة دي. لكن البنات أقنعوه يستنى شوية، وهم في طريقهم للعربية ميجان اكتشفت إن جهاز الطاقة بتاعها اتكسر، وبيلاقوا نورتون خرج يبص عليهم وهم ماشيين. وأول ما العربية وصلت للغابة بيلاقوا قطيع الزومبي لحقوهم وبدأوا يطاردوهم. لكن أصدقائنا بيشوفوا ضوء من بعيد، وده معناه إنهم لقوا المستعمرة، فبيحاولوا يسرعوا بالعربية على قد ما يقدروا، لكن للأسف الطريق كان مقفول بشجرة، فبيضطروا يكملوا على رجليهم. ولما القطيع قرب منهم بدأوا يضربوا عليهم نار، لكن ديفيد خلصت منه الذخيرة، ولأنه كده كده هيتحول فبيقول للباقيين يجروا هم، وهو هيحاول يكسب وقت. فبيودع ميجان وبياخد من كاسيوس الرصاصة الاحتياطي اللي كان معاه. ولما المجموعة بقت بعيدة كفاية ديفيد بيولع سيجارته وبدأ يقاتل الوحوش بإيده، وقدر فعلا يوقع شوية منهم، لكن الزومبي الضخم بيفاجئ ديفيد من وراه ويكسر رقبته، وباقي الوحوش جري ورا باقي أصدقائنا. فأبيجيل بتضطر تضرب نار عشان تحمي كاسيوس وهي بتسند ميجان، وكمان فضلت تصرخ وتطلب المساعدة، وده لفت انتباه الحراس اللي عند بوابة المستعمرة، فبيضربوا نار على القطيع الزومبي. وأول ما القطيع بيشوفوا جثث ونور الكشافات بينسحبوا وبيرجعوا للغابة. بعدها أصدقائنا قدروا يدخلوا المستعمرة، وميجان اتنقلت على المستوصف، وهناك ممرضة بدأت تهتم بيها علشان هتولد. وتاني يوم الصبح وبعد ما قابلوا قائد المستعمرة، كاسيوس بيقول لأبيجيل إنهم لازم يمشوا قريب لأنه ما بيثقش في البشر، لكن أبيجيل كانت تعبانة من الهروب المستمر وما سمعتش كلامه.
بعد كده كاسيوس بيكلم الممرضة اللي بتقوله إن البيبي كويس، لكن الأم تعبانة ومعادش قدامها إلا ساعات قليلة. فبيروح كاسيوس يزور ميجان وبيعرف إن البيبي بنت وسموها هوب. فميجان بتفكره بالوعد اللي وعدها بيه وادت له القلادة بتاعت عيلتها قبل ما تموت. وفي الوقت ده نورتون كان وصل للغابة وشاف الجثث اللي على الأرض وبيقدر يلمح المستعمرة من بعيد. في اللحظة دي القطيع بيحاول يهجم على نورتون، لكن على طول سيطر عليهم بجهازه وبيقول لهم إن ده وقت الانتقام من المستعمرة. وهناك كاسيوس كان ماسك هوب وبيفكر يعمل إيه بعد كده. أما أبيجيل فابتدت تختلط مع الناجين في المستعمرة، وبالليل بتحضر حفلة صغيرة معاهم، لكنها بتشوف شباب وقت الحفلة داخلين نفق. فبتروح أبيجيل وراهم، وهناك بتلاقي ريموت كنترول غريب، لكن أول ما لمسته شاب اسمه رودريك بيوقفها وبيقول لها إن المستعمرة كلها مزروعة بألغام، وإن الريموت ده هيفجر المكان لو الوحوش قدروا يقتحموا المكان، وإن الناس يقدروا ينجوا من الانفجار ده عن طريق فتحة في الأرض بتوصلهم لسد مهجور. وتاني يوم الصبح نورتون شاف حارس في مركب وطلب منه المساعدة، وبعد ما خلص عليه وحش من الزومبي نط في المية وطلع على المستعمرة وقتل الحارس التاني، وبيخلي نورتون القطيع يهجموا على الناجين ويذبحوهم. فبيطلع المسلحين يدافعوا عن المستعمرة، وأبيجيل بتنقذ رودريك من متوحش كان بيهاجمه، وبتروح تقول للمسلحين يطلعوا على مكان عالي يضربوا منه النار. أما رودريك كان بيوجه الناجين ناحية السد، وبترجع أبيجيل تدور على كاسيوس. وفي وسط حالة الذعر اللي مسيطرة على المستعمرة، الممرضة خدت هوب من كاسيوس عشان يقدر يروح يدور على أبيجيل، لكن الناس المسلحين بدأت ذخيرتهم تخلص، وقائد المستعمرة حاول يهرب لكن واحد من الزومبي مسكه وقتله. ساعتها أبيجيل وكاسيوس اتقابلوا وابتدوا يقاتلوا الوحوش سوا، مرة بالأسلحة النارية ومرة بالقتال اليدوي. وأول لما لقوا فرصة بيحاولوا يهربوا من المستعمرة، لكن كاسيوس تركيزه اتشتت أول ما شاف نورتون، وفي ساعتها وحش بيهاجمه وبيوقعه على الأرض، لكن كاسيوس قدر يطعنه ويتخلص منه. بس نورتون كان وصله وابتدى يضربه وهو بيتكلم عن إنه عايز يخلي العالم أكتر أماناً، لكن بعد شوية كاسيوس جمع قوته ووقف من تاني وزنق نورتون في الحيطة وفضل يخبط الجهاز فيه لحد ما كسره تماماً. بعدها كاسيوس بيجري بسرعة عشان يرجع لأبيجيل. في نفس الوقت الزومبي هجمت على نورتون وافترسوه، والناجين كانوا خلاص عبروا النفق ووصلوا للسد وبيطلبوا من رودريك يفجر المتفجرات، لكنه تردد عشان أبيجيل لسه ما خرجتش من المستعمرة. في اللحظة دي واحد ضخم من المتوحشين حاول يهجم على أبيجيل، لكن كاسيوس ضربه بالمقداف. ولما الوحش وقع أبيجيل لاحظت الإسورة بتاعته واتصدمت لما اكتشفت إنها كانت بتاعت أبوها، والصدمة خلتها واقفة متجمدة ومش قادرة تتحرك. فكاسيوس اضطر يشدها ويخرجها من الحالة دي وبيجرها لحد الفتحة، وبيدخلوا النفق بسرعة قبل ما رودريك يزهق من الانتظار ويفجر المكان، وده قضى على كل الوحوش اللي في المستعمرة. بعدها الناجين اكتشفوا إن في واحد منهم مصاب، فكاسيوس بيحاول يهديه ويطمنه، لكن فجأة وحش من الزومبي نط عليهم وقتل الراجل، وبعدها على طول لف وهاجم على كاسيوس، وابتدت معركة بينهم والاتنين فضلوا يضربوا في بعض بقوة لحد ما وقعوا على الأرض، والزومبي كان على وشك يعض كاسيوس. بس المرة دي أبيجيل كانت صبورة واستنت اللحظة الصح وضربت النار، والناجين كانوا واقفين بيتفرجوا على المستعمرة وهي بتتحرق، وكلهم محتارين هيعملوا ايه بعد كده. لكن أبيجيل قالت لهم انهم يقدروا يبنوا بيت جديد عند السد، وساعتها كاسيوس كشف لهم انه سرق الكراسة بتاعت نورتون اللي فيها تعليمات ازاي يبنوا مولد للكهرباء. بس كده يا صديقي، وبيخلص الفيلم على كده. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك لقناة كبسولة أفلام علشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري في عالم الأفلام، وما تنساش تقول لنا رأيك في الكومنتات. أشوفكم الملخص الجاي. سلام.